نحن أمة ربما إلا من رحم ربك نعشق النكد. الآن أنت سل نفسك، هل وقع معك هذا الشيء؟ لما نجتمع ونضحك كثيرا يخرج لنا رجل يقول الله يستر من هالضحك يا شيخ، ضحكنا كثير غدا يمكن مصيبة. حتى لما نضحك ونفرح نتشائم فيما بعد ذلك. فلماذا نحن عندنا نكد وراثي؟ لماذا؟ رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني مبتسم. النبي صلى الله عليه وسلم سماه معروف. لو سألتك سؤال ما المعروف؟ ما هو المعروف؟ تقول أن تأمر بالخير، كأن الابتسامة تأمر بالخير، كأنك أنت لما تمشي بالسوق وتبتسم أعلم أن الناس سيقولون عنك شوف المجنون، أعلم هناك فئة من الناس أعاننا الله عليهم. لما تقود السيارة وتبتسم يومك ماذا؟ يتغير. ليس الهيبة أحيانا في أن تكون عبوسا قمطريرا. بعض الناس يظن أن الهيبة أن يبقى عبوسا، تدخل عليه السلام عليكم وعليكم السلام، هكذا بعض الناس يظن. رغم عبيد الله بن المغيرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت ابن الحارث يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ديننا أن تعيش ببساطة على 3 أمور: قلبا، وجها، عيشا. لا تعقد وجهك، اجعله دائما مبتسم، ولا تعقد قلبك فلان وفلانة، اجعله دائما مبتسم وبسيط. ولا تعقد حياتك بروتوكول روتين كذا، لا، هيبة من أجل عش على راحتك. أنت ستعيش الحياة مرة واحدة ستحيا الدنيا، فلماذا تجعل هذه الحياة المرة واحدة حياة نكد وتعب وتحرم على نفسك الابتسامة؟ لهذا جرير رضي الله تعالى عنه يقول والله منذ أن أسلمت، اسمع، يقول والله منذ أن أسلمت ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. إذا ديننا ليس أن تأتي بماذا؟ الوجه هذا العبوس القمطرير، لماذا لأصنع لي هيبة؟ أريد أن أكون يا شيخ مهاب، كيف؟ لا تضحك، لا، اضحك وتبسم، فإن الدين محمد صلى الله عليه وسلم بسيط جدا. يا أخي أكبر دلالة على أن الدين بسيط بني الإسلام على 5، كلنا يحفظ الحديث، بني الإسلام على 5، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعقده؟